لو العربية قطعت منك على الطريق ومحتاج انك تغير حساس الكرنك، هتغيره ازاي؟ وزي ما قلت لك في الفيديوهات اللي قبل كده انك لازم تشيل معاك في شنطة عربيتك حساس كرنك جديد احتياطي يكون شغال وسليم، عشان لو اتحطيت في اي موقف والحساس باظ منك تقدر انك تغيره على الطريق وتمشي من غير ما تعطل. لان حساس الكرنك هو اول حاجة احنا ممكن نشك فيها او اول حاجة ممكن تعطل، او بمعنى اصح عمره اقصر من عمر الموبينة وباقي اجزاء الكهرباء في العربية. ففي الفيديو ده هنعرف مع بعض ازاي تغير حساس الكرنك بنفسك من غير ما تحتاج لحد يغيره لك. الخطوة الأولى إنك تفصل الكابل السالب أو الأرضي في البطارية تجنبا لأي شورت أو قفلة أو مشكلة تحصل في الحساس، أو إنك تبعت نبضة حتى عشوائي للكنترول فتبوظ منك الكنترول أو تعمل مشكلة في العربية. فأول حاجة هنعملها هي إنك هتفصل الكابل السالب أو الأرضي من البطارية. بعد ما تفصل كابل البطارية هتبدأ إنك تشيل فيشة حساس الكرنك من مكانها وتفصل الفيشة خالص. بعد كده بتنزل حساس الكرنك مكانه بيكون راكب على الكرنك، بديهيا حساس كرنك راكب على الكرنك. في منه نوعين، نوع بيكون راكب في قلب الموتور جوه، ونوع تاني بيكون راكب بره على الطنبوره الخارجيه بتاعه الكرنك. وفي الحالتين طريقه تغييرهم زي بعض بالظبط تقريبا. وفي معظم العربيات او 90% من العربيات الحساس بيكون مربوط بمسمار واحد بس، سواء مسمار 10 او الانكيه 5 او ايا كان، فهو مسمار واحد بس. فانت تعرف عربيتك الحساس بتاعها مفتاح رقم كام عشان تفضل او تخليه معاك في العربيه. وزي ما قلت لك قبل كده لازم برضو انك تشيل معاك عده في عربيتك، حتى لو مش هتعرف تعمل بيها حاجه ممكن يقف لك حد فاهم فيقدر انه يعمل لك او يحل لك المشكله بالعده بتاعتك. فزي ما قلنا اول حاجه ان احنا هنفصل كابل البطاريه، والحاجه الثانيه ان احنا هنشيل فيشه حساس الكرنك. بعد كده هنبدا ان احنا نفك المسمار اللي ماسك حساس الكرنك، المسمار اليتيم اللي ماسك حساس الكرنك هنفكه. وبعد ما نفك المسمار ده هنبدا نهز ونلخلخ حساس الكرنك من مكانه ونشده لبره، هيطلع معانا حساس الكرنك. بعد كده هنجيب حساس الكرنك الجديد، واخر حاجه احنا انتهينا بيها في الحساس القديم هنبدا بيها في الحساس الجديد. زي ما خلعنا الحساس القديم هنحط الحساس الجديد مكانه، وبعد ما يركب مكانه هنبدا ان احنا نشبط المسمار ونربط المسمار كويس. وبعد كده هنركب فيشه الكهرباء بتاعه حساس الكرنك، وبعد كده هنركب الارضي او السالب بتاع البطاريه. وبكده هتكون غيرت حساس الكرنك في عربيتك بنفسك. وفي الاخر ما تنساش تعمل لي لايك للفيديو وتشترك في القناه لو انت لسه مش مشترك. والسلام عليكم.